عارف احنا كجماهير النادي الاهلي لو الاداء كان مقنع امبارح والاداء كان كويس في الملعب قدام مودرن سبورت وعملت اداء كويس وضيعت كتير ورحت كتير وعملت فرص كتير على المرمى، ما كانش هيبقى زعل الجمهور بالطريقه دي. لان احنا ما عملناش ولا اداء كويس ولا نتيجه كويسه، وده يرجع يشككك تاني ويرجع يخليك تفكر تاني مليون مره. هل المدير الفني ده مناسب؟ وهل المدير الفني ده كويس للنادي الاهلي مع السكواد ده ولا لا؟ وده اللي بيخلينا كل شوية مش عارفين ناخد قرار او مش عارفين ناخد رأي معين في المدرب. يعني انت ظهرت بشكل كويس في كأس العالم مع انك كان لسه اول 3 مباريات ليك مع الفريق ولسه بتتعرف على اللعيبه، وفي لعيبه اصلا كانت جايلك قبل مباريات كاس العالم بكام يوم، فانت كان ليك عذرك وكل الكلام ده. نيجي بقى لمباريات الدوري، لسه انت اول مباراة. بص انا عن نفسي انا متوقع مليون في المية ان الاداء في اول مباراة ده مش هيبقى احسن حاجة، ومش هيبقى باحسن شكل، ومش ممكن ما يطلعش باحسن نتيجة. يعني كنت ممكن تخطف النتيجة امبارح وكنت ممكن تكسب ال3 بونت، بس الاداء مش هيبقى مقنع للجماهير، وانا كنت واثق من ده مليون في المية. نرجع لحتة ريبيرو تاني. ان الراجل، انا حاسس ان الراجل لسه ما دخلش بشكل كبير جوه السكواد. كون ان هو يعتمد على قفشه امبارح في التشكيل الاساسي، فانا ما اعرفش هل ده فكر الراجل، هل دي طريقته هيقدر ان هو يعتمد عليها بشكل كبير الفتره الجايه في ظل غياب امام عاشور؟ هل هيقدر ان هو يعتمد على قفشه في الفتره الجايه كلها؟ ما اعتقدش، لان قفشه امبارح اداؤه كان كارثي. يعني قفشه، انا ما اعرفش هيفضل لعند امتى رتمه بطيء، لعند امتى هيفضل مش بيطور من نفسه، هيفضل لعند امتى واقف عند نفس النقطة ما بيتقدمش خطوة لقدام ابدا. انت لاعب صانع العاب، لازم رتمك يبقى سريع، لازم تحركاتك تبقى خفيفة وتلمح بسرعة وتبدأ انت تحرك الملعب لقدام. لا، قفشه كل ما يستلم الكرة يبص لورا، عايز يلعب لورا. معرفش، انا مش عارف قفشه هيغير من طريقته امتى وهيغير من اسلوبه امتى. يعني دي حاجة أنا معرفهاش، لأن هو طول الفترة دي ما طورش من نفسه ولا قدر إن هو يغير من نفسه حاجة، مع إن برضه كولر كان بيقعده دكة ما كانش بيلعبه، وبرضه الراجل نفس الطريقة ونفس الأسلوب ما اتغيرش هو هو. فكون إن أنت قفشة في نص الملعب، ده ضيع مجهود بن رمضان وضيع مجهود أحمد رضا اللي برضه كان ديانج برضه بعيد عن الصورة. انا ما اعرفش ديانج ايه مشكلته، او ما اعرفش المدربين بتشوف فيه ايه عن الناس. يعني احنا كجماهير بنتمنى ان احنا نشوف ديانج في الملعب، لان احنا شايفين ان هو بيقدم كل حاجه وبيقدم اداء كويس جدا مع الفرقه. فانا ما اعرفش هل هو المدرب شايف في حاجه احنا مش شايفينها، دي حاجه انا ما اعرفهاش. لان مع كولر ما كانش بيلعب برضه، مع ريبيرو برضه نفس الكلام، الراجل مش بيعتمد عليه بصوره كبيره. فالحوار يعني الموضوع ده بقى لغز لكل الجماهير حاليا. يعني حوار ديانج ده لغز لكل جماهير النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت، سواء مع كولر او مع ريبيرو. حاجة تانية، يعني انا معرفش، الناس كلها كانت متوقعة ان محمد شريف هو اللي يبدأ علشان الماتشات الودية اللي عملها والاداء اللي عمله في الماتشات الودية. فانا بالنسبة لي جراديشار يا جدعان لازم يبدأ اساسي. ما ينفعش تعتمد على محمد شريف ومعاك جراديشار قاعد على الدكة بره. جراديشار لمسته حلوة في الكورة، الفينش بتاعه كويس جدا برضو لو خد الثقة وخد الفرصة. فأنا شايف إن جراديشار لازم المدير الفني يعتمد عليه بصورة كبيرة جدا. هو بص، خلينا نتفق إن هي مباراة وعدت، طلعت ببونت فيها وطلعت بأداء وحش. لازم المدير الفني يصلح من الأخطاء اللي حصلت امبارح في المباراة، سواء من التشكيل، الأداء، كل الكلام ده. أنت طلعت في المؤتمر الصحفي وقلت إن أنا كنت، كلنا كجهاز فني كنا متوقعين إن مودرن سبورت هيلعب بالطريقة دي. طيب أنت كمدير فني عارف إن مودرن سبورت هيلعب بالطريقة دي، انت ازاي مش قادر تخلق فرص ومش قادر وما قدرتش ازاي تطلع حلول من الفرق اللي قدامك طالما انت متوقع ان هي تلعب كده؟ فهي لغز برضو بالنسبة لنا. يعني انت طالما انت متأكد وعارف وواثق ان الفرقة دي هتلعب بالطريقة دي وهتركن الاتوبيس ورا وهتبدأ ان هي تدافع وتلعبك على المرتدات، انت ليه ليه ما وجدتش حلول؟ انت كل لعبك عايز تعتمد على الاطراف وتعتمد على الوينجات بتاعتك. طب عمق الملعب، طب ليه ما زودتش مهاجم تاني في الشوط التاني عشان تقدر ان انت تكثف العدد جوه منطقة الجزاء؟ فانا ما اعرفش، يعني ريبيرو برضو لسه دماغه مش واضحة بالنسبة لنا كجماهير النادي الاهلي. مش عايزين يعني نتسرع، مش عايزين نهد الفرقة من بدري بدري. هي زي ما قلت لك هي مباراة وعدت،
لازم الراجل يبني عليها الفترة الجاية، لازم الراجل يصلح من الأخطاء اللي حصلت في مباراة امبارح، لازم الراجل يشوف اللعيبة اللي تقدر تفيده في المراكز بتاعتها ويبدأ إن هو يستفاد منها. يعني أنا بالنسبة لي زيزو لما دخل في وسط الملعب امبارح بعد ما كان على الوينج كان أفيد كتير من إن هو لعب وينج. شايف إن بن شرقي ما ينفعش يقعد دكة ولازم يبدأ أساسي. محمد طاهر ما ينفعش في الماتشات اللي فيها تكتلات دفاعيه كده، لان الراجل ما بيحلش واحد على واحد، الراجل عايز مساحات وعايز يمشي في المساحات احسن يعني، تبقى افضل بالنسبه له، لان احنا كلنا عارفين ان كل لاعب ليه اسلوبه وليه طريقته في اللعب. فانت الافضل انت كنت تنزل بن شرقي من بدري بدل ما انت نزلت طاهر يعني. وبن شرقي هيلعب عادي وينج يمين، مش شرط انت تحطه وينج شمال يعني، مش دي وينج ودي وينج، والراجل هيلعب عادي. وكلنا عارفين ان بن شرقي بيحب يلعب لجوه وبيلعب بالعرض يعني، فعادي بالنسبه له ان هو يلعب ناحيه اليمين، فمش هتبقى معضله بالنسبه لبن شرقي. او حتى ممكن تجيب تريزيجيه هنا وتودي بن شرقي الناحيه الثانيه، الاثنين هيعملوا سويتشات مع بعض والاثنين هيتبدلوا مع بعض. فانت مش لازم كل لاعب يبقى هو المركز ده يبقى هو المركز ده، لا عادي يعني، ممكن نبدل في المراكز وممكن تغير في الشكل بتاع الملعب مع تحركات. طبعا الباكات اللي انت بتعملها داخل الملعب دي هي طبعا فكره حلوه جدا، بس بتحتاج وقت ان اللعيبه تقدر تنفذها بشكل كبير يعني. وبعدين يا جدعان خلينا برضو متفقين ان الماتشات الوديه غير الماتشات الرسميه بالنسبه لاي فريق في الدنيا. يعني انت الراجل لعب 4 ماتشات وديه، لعب 2 في تونس ولعب 2 هنا في مصر، بس خلينا متفقين ان الماتش الودي غير خالص الماتش الرسمي وغير خالص الماتشات الرسميه. فكون ان انت تحكم على الراجل ان هو لعب معاك حوالي 7 ماتشات والكلام ده، لا طبعا الراجل لعب 4 ماتشات رسميه، اتعادل في 3 مباريات وخسر مباراه واحده. فانت مش تقدر تحكم على الراجل دلوقتي خالص، لازم ياخد وقته، اديله فرصته، خلينا نشوف المباراه الجايه هيعمل ايه. واعتقد ان المباراه الجايه هتشوف طريقة مختلفة وهتشوف ناس مختلفة في الملعب. ما اعتقدش ان نفس التشكيل ده هو اللي هيبدأ المباراة الجاية. وخلينا نشوف اللي جاي ايه، بس مش عايزين نستعجل، مش عايزين ان احنا نهاجم الفرقة بدري قوي كده. انت لسه بتلعب في اول مباراة، لسه الدوري الطويل قوي قدامك. بيراميدز اتعادل، الزمالك كسب، بس لسه البطولة طويلة قوي، لسه الدوري طويل. انا عارف ان كلنا كجماهير النادي الاهلي كنا معشمين في اداء احسن من كده ومعشمين في نتيجة احسن من كده بكتير قوي، بس كل اللي اقدر اقوله لك لسه بدري، مش عايزين نستعجل في الحكم، مش عايزين نستعجل في الحكم على المدرب وعلى اللعيبه. اديهم وقتهم، خليهم يقدروا يشتغلوا، خليهم يقدروا ينفذوا الافكار اللي الراجل عايز ينفذها، وخلينا نحكم ايه اللي ممكن يحصل بعد مثلا 3 4 مباريات من دلوقتي. اول مباراه خلصت تعادل وبقى مش كويس، خلينا نشوف المباراه الجايه إيه اللي هيحصل، وبعد كده نقدر ان احنا نحكم على الراجل بعد مباراتين 3 الاداء بيتحسن، النتائج بتتحسن ولا لا. وساعتها تقدر انت هيبقى ليك الحكم الكامل ان انت تقول الراجل ده يستحق ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي او ما يستحقش ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. ده كان كل الكلام اللي عندي يعني في مباراة الاهلي ومودرن سبورت وشكل الفريق اللي ظهر بيه امبارح. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير، سلام.